قالوا يا شعراوي بعتلي كوميكات فين؟ لا ما فتحتش الواتس، هبقى اشوفها. دي افات لاحمد مكي ولا محمد سعد؟ ايه قناه الزمالك بتاعت الكوره؟ طب وقناه الاهلي تعمل وصفات اكل؟ طب اقفل يا شعراوي اقفل لما نشوف الموضوع ده. الاهلي والزمالك عندهم قناتين زي ما كلنا عارفين على النايل سات، ولو بتحب الكوره ومهتم باخبار الكوره ما تفتحش القناتين. ليه يا كابتن ما تخليك قلبك ابيض؟ ماشي يا سيدي، وانت خليك في الحمراء. يا كابتن كل مره تعملها فيا كده. عامه مالك بس ومال القناتين دول؟ بالعكس دي قنوات تعليميه وماشيه بمبدأ الشفافيه وكلها احترافيه وحياديه. قنوات حياديه ازاي يا كابتني؟ انا اقول لك، عشان القناتين بيفكروني بالسلايف لما يقعدوا يلقحوا على بعض في الكلام. افتح قناه الزمالك او الاهلي في اي وقت تلاقي محدش جايب سيره فريقه، دايما جايبين في سيره بعض، فمفيش حياديه اكتر من كده. عندك حق يا كابتن. طب والتنافسيه؟ التنافسيه ان في مباراه كل يوم بين القناتين، بس الاهلي هنا بيهاجم باسلام الشاطر والزمالك بيهاجم ببندقه الاعلام الرياضي، وهما الاتنين بس اللي بيتفرجوا على بعض ويردوا على بعض، ومحدش اصلا من الجمهور مهتم. طب في سؤال جاي لك من سعد السرياوسي، بيقول لك انه بيتفرج على قناه الزمالك مخصوص حبا في كابتن طارق يحيى. اكيد طبعا بيحب كابتن طارق، ده يعتبر بيومي فؤاد الكره المصريه. اشمعنى يا كابتن؟ دمه خفيف يعني زيه؟ لا طبعا، هو بيقدم على القناه برنامج زملكاوي وبرنامج ملاعب الناشئين وبرنامج الاستوديو التحليلي، ده غير انه كان رئيس قطاع الناشئين في النادي. قسما بالله لو مصور من نفسه 4 نسخ مش هيعرف يعمل كل ده. فبيومي ده ولا مش بيومي؟ اسماعيل الزرطاوي صديق البرنامج بيسلم عليك وعليا. عليك وعليا؟ يخص عليك يا زرطاوي بقى تحطين انا والعرض ده في جمله واحده. كمل يا خيبتها كمل. وبيقول لك يا كابتن، ليه قنوات الاهلي والزمالك مش بتذيع الماتشات الخاصه بالفريقين؟ عشان مالهمش فيه، قصدي يعني مالهمش حقوق، بس هما بيذيعوا ماتشات قديمه للفريقين وخلصنا على كده. بالمناسبه هم عمرهم ما يعرضوا ماتش فريق ليهم خسران، حتى لو ماتش ناشئين ونتيجته تعادل او خساره يعملوا له شيفت ديليت من حياتهم. عندك قناه الزمالك مثلا لو فريقها خسر من اي فريق، تاني يوم على طول تعرض ماتش قديم للزمالك كسب فيه الفريق ده، تحسهم بياخدوا له حقه في القناه. بس ساعات بيذيعوا ماتشات الصالات يا كابتن. الماتش يبقى بيتلعب عندهم في صاله النادي، ولو اتذاع تلاقي جوده تصويره تحت السلم، تحسه متصور بتليفون ارضي، وفي الاخر انت تقلب تجيب اون تايم سبورت عشان تشوفه اتش دي. امال ليه قلت عليهم قنوات تعليميه كمان؟ قنوات تعليميه عشان كل ما بفتحهم بتعلم الادب واقول مش هفتحهم تاني. يعني عندك قناه الزمالك مثلا لما الزمالك يخسر تلاقي مداخله 2 ساعتين الا ربع، وتلاقي اللي كان متصل بيتكلم لوحده على طول في مكالمه، ولو حد قطع كلامه يتقطع عيشه. بقول لك ايه، يلا نطلع على الاغنيه الجميله وبعدها نرجع بقى نركز مع اسئله قنوات الاهلي. باجي وفي ايدي ريموتي عشان اشوف الشوربه، في الحشو ده انا على اخري خلاص كرهت الفرجه. بتهلفطوا بتقولوا ايه يعني؟ يا ريتكوا قلتوا جمله مفيده. حلاوتها قناه الاهلي عاملين وصفات اكل جديده، ولا قناه الزملوكه تجيبها تلاقي مليون اضحوكه. كان واحد بس ماسك مايكوكا والباقي هس في البقوكه. كيفي كده كيفي هنا شقيقي هلس مفيش زييه. كيفي كده كيفي هنا زميلي تحليل منجيش جنبيه. كيفي كده كيفي هنا شقيقي هلس مفيش زييه. كيفي كده كيفي هنا زميلي تحليل منجيش جنبيه. وسؤال لكل الاهلاويه الجمال والزملكاويه الحلوين، قولوا لي بتتفرجوا على القناتين ولا لا؟ ولو او لا ليه؟ قولوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم بنفسي. نكمل اسئله. طب وايه رايك يا كابتن في قناه الاهلي؟ لا دي معروفه، الاهلي لما بيخسر المذيعين بتطلع تهاجم على طول. بتهاجم بقى اللعيبه ولا الجهاز الفني؟ لا بتهاجم طاقم الحكام وبتعلق على كل قراراته التحكيميه. يعني يا كابتن قناه الاهلي كلها ما فيهاش برامج مهمه؟ ازاي؟ فيها برنامج انا عن نفسي بحب اتفرج عليه اسمه مهارات عظيمه. اكيد بقى مهارات كرويه وكده صح؟ لا ده برنامج طبخ بتقدمه الشيفه عظيمه، غالبا عشان يجهزوا الخطه على نار هاديه. حماده من ابو المطامير بيقول لك تلاقيك غيران من قناه الاهلي والزمالك عشان استوديوهاتهم اكبر. استوديو ايه يا حماده يا اخويا؟ ده ما عندهمش بربع جنيه كرياتيفيتي. قناه الزمالك مثلا كل البرامج خلفيه بيضه في ارضيه بيضه، كل ابيض في ابيض، تحس انك في اعلان جبنه. اما بقى الاهلي احمر في احمر. والله احمر منك ما شفتش. حبيبي تسلم. رمضان بقى الله يسامحك. يسامحنا جميعا يا اخويا. وبمناسبه رمضان، اللي ما شافش حلقه رمضان والكوره يرجع يشوفها دلوقتي عشان هتعجبكم جدا، ومستني اسئلتكم في الكومنتات هرد عليها. ولو احنا على اليوتيوب نشترك ونسبسكرايب، وكل حلقه وانتوا كرويين. باي.